90% من الناس وانا واحد منهم كنت بقول جمل كل يوم بنية طيبة، بس ما كنتش فاهم المعنى العميق للجملة دي، وما كنتش عارف اصيغها بصيغة اخد بيها الاجر والثواب من الله عز وجل. الجمل دي احنا بنقولها كل يوم بطريقة تلقائية وبنية صافية جدا، والجمل دي مش غلط، احنا بس بنقولها بصيغة مش مظبوطة. فعايزين نتعلم نقولها بصيغة صح ونصيغها بالصياغة الصحيحة عشان ناخد بيها الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وناخد بيها حسنات كتير. خليك معايا في الفيديو ده عشان تعرف الطريقة الصح اللي تقول بيها الجمل دي. خليني أبدأ معاك بجملة احنا كل يوم بنقولها بصورة تلقائية، جملة بعد الشر عليك. جملة بعد الشر عليك هي جملة جميلة، ومعناها للشخص اللي بيسمعها ان انت خايف عليه وبتحبه فبتقوله بعد الشر عليك. يعني مثلا لو في اي حد من عيلتك حصل له موقف سوء، فانت بتقوله بعد الشر عليك. الجملة دي في حد ذاتها مش غلط، لكن معناها هو اللي محتاجين نفهمه شوية، والصياغة بتاعت الجملة دي هي اللي محتاجين نعدلها ونقول الصياغة الصح عشان ربنا يدينا حسنات ونقرب لكل فعل احنا بنعمله وكل جملة احنا بنقولها من ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى انك في الحقيقة انت بتدعي للشخص ده ان ربنا يبعد عنه اي اذى او ضرر. بس خليني اقولك على حاجة مهمة، اللي بيحصل في حياتنا مش كله شر بمعناه المطلق، لا، في حاجات بنشوفها صعبة قوي في حياتنا ومؤلمة، لكن في الحقيقة هي بتبقى ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلينا مش معناه ان هو مش بيحبنا او رايد لنا الشر، والعياذ بالله، حاشا لله. ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا عشان يدينا خير احنا مش شايفينه دلوقتي قدام عينينا. وده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. يعني ممكن الحاجة اللي انت شايفها دلوقتي شر هي تكون سبب ان حياتك كلها تتغير للأفضل، او تكون سبب انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتمنع عنك حاجة وحشة. فمش كل حاجة بتبقى شر، خلي بالك، كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها في حياتنا هي خير لينا، بس لازم تبقى فاهم وواعي ان اللي بيحصل ده ليه سبب وليه مغزى. عشان كده انا بقول ايه، ان جملة بعد الشر عليك هي جملة مش غلط، بس محتاجين نصيغها صح. ليه نصيغها صح؟ عشان ناخد الاجر والثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا محتاجين حسنات، انا محتاج حسنات وحضرتك محتاج حسنات، فكلنا محتاجين حسنات، يعني من غير ما نبذل مجهود. ما هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى، الذكر ده انت مش محتاج تقوم تتوضى وتصلي، مش محتاج تستقبل القبلة، انت شوية كلمات بتقولها بتاخد بيها حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني زي الأذكار الصباح والمساء وزي الأذكار اللي احنا بنقولها، اللي انت بتقوله ده للشخص ده هو دي برضو تعتبر أذكار. فالمفروض حضرتك بدل ما تقول بعد الشر عليك، الجملة الصح أو الصياغة الصح لهذه الجملة إنك تقول ربنا يحفظك ويبعد عنك الأذى. هنا أنت عملت حاجتين: دعيت للشخص بنية طيبة وصافية إن ربنا يحفظه ويبعد عنه الأذى، وفي نفس الوقت ذكرت اسم ربنا سبحانه وتعالى. فربنا قال لك ايه في القرآن؟ فاذكروني اذكركم. فربنا يذكرك فيكتب لك حسنات فتاخد بيها حسنات. شفت بقى الجملة لو فهمنا معناها وصغناها بالصياغة الصح السليمة ناخد بيها اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهو ده هدفي في الفيديو، انك تفهم وتعقل الجمل اللي المفروض تقولها بالصياغة الصح عشان تاخد بيها ثواب واجر عند ربنا سبحانه وتعالى. فدايما خلي المعنى ده في دماغك، ان اي حاجة تحصل لاي شخص انت بتحبه او بتعزه قول له ربنا يحفظك ويبعد عنك الاذى. هنا انت دعيت له ونيتك سليمة وطيبة، وفي نفس الوقت ذكرت ربنا فتكتب ذاكرة وتاخد بيها حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، دي الجملة الاولانية.
طيب الجملة التانية، كلنا دايما بنقول بنية طيبة وصافية يوميا لأي شخص عمل معانا موقف جميل أو موقف إحنا بنحبه، بنقول له إيه؟ ربنا يخليك ليا. آه، الجملة دي بنقولها لحد بنحبه لما نكون مثلا خايفين نخسره، لما نكون مثلا شايفين ان هو مهتم بينا فنقول له ربنا يخليك ليا. جاب حاجة كويسة انا بحبها فاقول له ربنا يخليك ليا. الجملة في حد ذاتها مش غلط، لان احنا دايما يعني الانسان بيحب التقدير، فلما حد يقدرني فاروح رادد عليه اقول له شكرا ربنا يخليك ليا. الجملة صح مش غلط، بس خلينا برضو نصيغها بالصياغة الصح، الصياغة اللي تخليني انا اخد اجر وثواب عند ربنا سبحانه وتعالى. بس عايز اشرح معنى بسيط قوي في الجملة دي. انك لما تقول ربنا يخليك ليا، انت هنا مش بتقول ان الشخص يعيش للابد، لان مفيش حد مخلد في الدنيا. الحياة الباقية الخالدة في الاخرة. الدنيا معبر، فترة زمنية، كل واحد فينا بيقعد المدة الزمنية بتاعته وبعد كده يرجع لربنا سبحانه وتعالى. فانت هنا نيتك من جوه انك بتدعي ان ربنا يطول في عمره ويخليه موجود في حياتك اطول وقت ممكن. دي نيتك، مفيش اي مشكلة. بس محتاجين بقى نحس بحاجة مهمة قوي، ان في ناس غالية علينا، وفي ناس بندعي ربنا ان هي تفضل جنبنا، بس للأسف ده ما مش هيحصل ولا عمره هيحصل، لان دي سنة ربنا سبحانه وتعالى في الارض. فكلنا هنمشي من الدنيا والحياة الخالدة عند ربنا سبحانه وتعالى. فلو عايز تقول المعنى الصح او الصياغة الصح للجملة دي، ربنا يبارك في عمرك، بدل ما تقول ربنا يخليك ليا قول للشخص ده ربنا يبارك في عمرك. الله، الجملة دي جميلة قوي، البركة في العمر. فربنا سبحانه وتعالى يسمع الجملة دي منك فيديك بيها حسنات، والملائكة تكتبها ذاكرة. تمام. فهو ده المعنى اللي انا عايز اوصله، ان حضرتك تقول جملة تاخد بيها اجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو شخص اداني هدية فاشكره واقول له ربنا يبارك في عمرك. لو قلت له ربنا يخليك ليا انا نيتي صافيه مفيش مشكله، بس المعنى المقصود اللي انا عايز اوصله انك تقول كلام تاخد بيه اجر وثواب عند الله، فتكتب حسنه ليك، فتلاقي يوم القيامه حسنات كتير انت ما تعرفش جت منين. هو ده اللي انا عايز اوصله. طيب، في نقطة برضو مهمة عايز أوضحها لحضراتكم، إن الجمل اللي إحنا بنقولها دي إحنا بنقولها بصورة تلقائية، لأن إحنا نشأنا في بيئة أو في مجتمع بيقول الكلام ده باستمرار، فإحنا طلعنا تلقائيا بنقول الكلام ده. ففي الوقت اللي إحنا فيه ده إحنا فعلا بجد محتاجين كل حسنة وكل حاجة تقربنا من ربنا، أو كل طاعة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. وده مش معناه إن إحنا نغير كل كلامنا، ولا إننا نمسك على بعض أخطاء ونقول أصل أنا نيتي صافية فربنا أكيد عالم بنيتي. طبعا أنا متفق جدا مع حضرتك في الجزء ده، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيحاسب الناس طبعا، وعلى نياتكم ترزقون، فمفيش اي مشكلة. بس اللي عايز اوصله ان حاول بقدر الامكان تقول جمل بصياغة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تاخد بيها حسنات. هو ده هدفي، انك تاخد حسنات بقدر الامكان. مش شرط انك بتصلي او بتقرأ قرآن عشان تاخد حسنات، ممكن تاخد حسنات من فعل انت تعمله من غير حتى ما تنطق كلمة واحدة، تطلع صدقة، تساعد انسان محتاج، كل دي حسنات عند ربنا سبحانه وتعالى. فما بالك بقى الكلام او الحياة اليومية بتاعتنا اللي بنتكلم فيها مع البشر. فلازم انت تختار كل كلمة وتقول الصياغة الصح اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. فالنصيحة هنا انك تختار كل كلمة انت بتقولها وتحتسب الاجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ عشان تكتب ذاكرة وتبقى دايما في معية الله. لان ربنا سبحانه وتعالى لما بيشوفك انت بتقول افكار باستمرار، او بتدعي لحد، او بتقول كلام فيه ذكر لله، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل امر عسير، ويفتح لك الطرق المقفولة. كل طريق تلاقيه مقفول في حياتك لما تقول كلام طيب فيه ذكر لله، ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في حياتك.
فربنا قال في القرآن فاذكروني أذكركم. فأنت لما تذكر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيذكرك وهيكرمك في حياتك. هو ده المغزى الحقيقي اللي أنا عايز أوصله لكل واحد من حضراتكم، إن إحنا نختار الصيغة الصح اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. لأن بجد في كلام أنا شخصيا لما جيت افكر فيه واقول طب هو انا لو قلت ربنا يحفظك ويبارك في عمرك افضل من ان انا اقول بعد الشر عليك. زي مثلا واحد مريض يجي يقول ادعوا لي بالشفاء، فحد تاني يخش يقول له ايه الف سلامة عليك. في واحد تاني يقول له شفاك الله وعافاك. في واحد بقى تالت يقول له ايه اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. الله، بص الدعاء، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. هو ده الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا. لما تلاقي مريض وبتدعي له بالشفاء تقول الدعاء ده. لما انا بقى اقول الدعاء ده باخد اجر وثواب، صح؟ فاخدت اجر وثواب وحسنات. طب ما بالك بقى لو رحت زرت المريض ده، هتاخد اجر وثواب اكبر، وتدعي له وتساعده. لو في امكانك تساعده تساعده. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك سكك وبيسر لك امورك في حاجات كتيرة قوي. شفت بقى؟ هي درجات، زي وانت طالع السلم كده، درجة 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 درجة. فعايز تبقى في الدرجة اللي فوق بتعمل حاجة كبيرة، اللي هو بتروح للشخص ده كمان وبتساعده. هو ده اللي انا عايز اوصله لحضراتكم. لان بجد احنا في الوقت ده محتاجين كل طاعة وكل كلمة نذكر بيها الله سبحانه وتعالى، ناخد بيها حسنات تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. فلو الفيديو ده خلاك تفكر بطريقة مختلفة في الجمل اللي انت بتقولها يوميا، عايزك تكتب لي في الكومنتات ايه هي اكتر جملة انت بتقولها بتلقائية يوميا ودلوقتي فهمتها بشكل مختلف. ولو عجبك الفيديو اعمل شير عشان تاخد الأجر والثواب وغيرك يستفيد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.